تخيل اتنين لعيبه في التمرين بيباصوا 100 باصه لبعض، وتكنيك والكره بتروح في الرجل مظبوط، ودبل باس ويتحرك له في المساحه الفاضيه بس من غير اي ضغط، واتنين لعيبه بيشوطوا على الجون ويسجلوا بس من غير اي خصم. تفتكر لما بيجي الماتش وتلاقي اللعيب اللي بيباصي حلو ده يجي تحت الضغط في الماتش، تلاقي الكره بتتقطع منه، الكره تقلش، الكره ما بتروحش للمكان الصح، او اللعيبه اللي كانت بتشوط وتسجل دي تيجي تشوط الكرة تقلش تبقاش بين 3 خشبات، ده لو شاط لان الشوط بتاعه هيبقى قليل في الماتش. تفتكر ليه؟ السبب في اللعيب؟ لا يا صديقي، هو السبب في الطريقة اللي بيتمرن بيها اللعيب. النهارده هنتكلم عن الطريقة اللي غيرت شكل التدريب في اوروبا، الطريقة اللي خلت المدارس اللي بتعتمد على الانابوز دريلز وهي التمارين المنعزلة خلاص ما بقتش تاكل عيش. النهارده هنتكلم على المفهوم ده، بس قبل ما نتكلم عليه عايزك تجهز كوبايه الشاي بتاعتك او القهوه وتسمع معايا عن الايكولوجيكال ابروتش، او بالعربي يا صديقي المدخل البيئي للتدريب. فلما تشوف مدرب واقف بلعيبه طابور في الملعب وبيشوطوا على الجون من غير حتى ما حد يستعجلهم علشان وقت التمرين، لعيبه بيلعبوا دبل باس مع القمع، لعيبه بتجري بالكره في المنطقه الفاضيه المساحات الفاضيه، فده اسمه تدريب منعزل. المدرب طبعا بيبقى في دماغه ان هو كده بيعمل الطريقه الصح، وان كده عامل اللي عليه مع اللعيبه، ومفيش حد كده له حجه انك ما تأديش كويس، احنا بنتمرن اهو شايفين شغلنا. لكن هو ما يعرفش ان هو كده بالطريقه دي بيفصل مخ اللعيب عن الواقع، ان خلاص مفيش متغيرات، اللعيب عارف الكرة رايحه فين وجايه منين. فالكرة لعبه صناعه قرار، الكرة صناعه قرار في مواقف، مش حفظ، مش برمجه. وطبعا نتيجه اللي احنا بنقوله ده ان بقى في مسمى لو تشوفه اللي هو يقول لك ايه، لعيب تمرين ولعيب ماتش. المهم يلا بينا نكمل موضوعنا. المفهوم اللي بقول لك عليه اللي بيشتغلوا بيه في اوروبا وهو الايكولوجيكال ابروتش، بيعتمد ان الكرة دي رياضة احتكاك، وان الكرة والمنافس واللعيب والملعب بيئة واحدة ما بينفصلوش على بعض. يعني باختصار كده صديقي، ان البيئة بتاعت التمرين تكون نفس بيئة الماتش، جيم لايك سيتويشنز. فالايكولوجيكال ابروتش يا صديقي بيقوم على فكرة وهي الكونسترينتس ليد ابروتش، وهي التدريب بالقيود. يعني بدل ما المدرب يخلي اللعيب روبوت انسان آلي ويقول له بص فين والكرة جاية منين والكرة رايحة فين، لا، المدرب بيصمم تمرين بيجبر اللعيب ويحط له قيود وشروط تخليه يحاول يفكر ويخلق الحل بنفسه. هو مثلا يا صديقي 2 ضد 3 في مساحه ضيقه، الروندو والسمول سايز جيم والميني ماتش، والشروط اللي بتجبرها كمان على اللعيبه، زي عدد اللمسات المعينه، المهاجم المفروض يلمس كام لمسه مثلا في التلت الاخير علشان اصلا يجيب جول. فاللي هو من الاخر بتخلي اللعيب يدور على المساحه المتاحه اللي تخليه يتصرف صح بسرعه. فيا صديقي مش عايز اكلمك عن نفسي، بس الحمد لله اتحطيت في مواقف، شفت مدربين تقال بجد، التمارين بتاعتهم ما فيهاش غير المنافسه ويبقى فيه خصم دايما. وكمان يعني ضيعت وقت كتير ان انا اتفرج على تمارين لمدربين كبيره زي جوارديولا وجوليان جليزمان وديزيربي، يورجن كلوب. الناس دي لازم تمارينهم كلها بتبقى ضغط واحتكاك في بيئه مشابهه بالظبط لبيئه الماتش، اللي هو دايما تدريباتهم بتبقى كلها مساحه ضغط، مساحات مركبه اللي هي بتجبر اللاعب انه يكون ذكي ويحاول يصنع قرار بسرعه. لكن حته التمارين اللي هي السلبيه تلاقي في مدربين بتبتكر بجد، يعني تبتكر تمارين كلها سلبيه مركبه وحاجات سلبيه كده، وتلاقيه يعني مبسوط حاسس انه عمل حاجه. لا لا، ده اسمه ضياع وقت رسمي. بس هو المشكله للاسف مفيش حد بيراقب الشغل، واللي بيشوف مش عارف ده صح ولا غلط. فيا جماعه الخلاصه عشان كوبايه شاي خلصت، الكوره مش رياضه او لعبه تكنيك معزول، الكوره رياضه مواقف وقرارات. وعلشان يا صديقي نطور لعيبه في العالم بتاعنا العربي ونخليهم ناضجين تكتيكيا، اذكياء تكتيكيا، لازم نمرنهم في بيئه ذكيه ومعقده شبه الماتش. وكفايه طوابير وتدريبات بتضيع وقت اللعيبه ووقتك انت كمدرب. وكان معكم حازم زي حد بيحب يعرف كره بتلعب ازاي. السلام عليكم.